نجدد التحية والترحيب بكل السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا احنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة وبيسعدنا تواصلكم معنا من خلال أرقام تليفوناتنا. برحب بضيفي العزيز أستاذ بسام الشماع كاتب المصريات. صباح الخير وأهلا بيك. صباح النور على عيونكم وعلى عيون مصر الجميلة كلها. من حين لآخر وآخرهم النهارده كده كنا بنشوف أخبار عن مزيد من السياح إلى مصر، حتى لو الأعداد قليلة. يعني كنا زمان بنشوف مثلا مش يعني اعداد الارقام اكتر من دلوقتي بكتير ونقول لا احنا ده مش عاجبنا وعايزين اكتر. دلوقتي نقول الحمد لله ان شاء الله ربنا يزيد ويبارك. احنا لسه في البدايه، لكن انت متفائل بشايف انه الاوضاع المقبله او فكره رفع الحظر يخلي السياحه ان شاء الله ترجع بشكل؟ انا متفائل بطبعي كانسان وكمصري وكقارئ متواضع للتاريخ. وقراء التاريخ المتواضعين اللي زي حالتنا بيبقوا متفائلين طوال الوقت حتى في احلك الظروف. يعني من 2011 12 و13 انا ما زلت محتفظ بلقب رئيس جمهورية المتفائلين. فكانت الناس بتستغرب ساعات، بتقول طب وايه التفاؤل اللي انت فيه دوت والحاله في الشارع والحاله كذا والحراك والزخم والكلام ده كله. فقلت لهم لان انت لما تيجي تقرا التاريخ هتعرف نمره واحد انها عدت عليها حاجات اقوى من كده بكتير، واللي احنا فيه دوت لا يتعدى. وانا ما بخفضش من قيمه الحدث اللي احنا فيه طبعا، لا، لكن اللي انت فيه دلوقتي ده ما يتعداش 10% من الشده المستنصريه. ودي حادثه واحده بس في التاريخ. فبالتالي وعدت الحمد لله ووقفت تاني على رجليها الحمد لله مصر وكده الحمد لله باذن الله المولى عز وجل. هي بس الحاجه اللي النهارده الصبح وانا ببص على الصوره اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي هي اول فوج انجليزي بعد رفع الحظر في الاقصر، واخدين صوره جماعيه كده اهوت. فقلت بقينا بنحط صوره مجموعه سياحيه في اول صفحه في الجرايد دي بس. يعني عملت طبعا هي بتوجع على فكره، بتوجع شويه لكن بس ان شاء الله خير الحمد لله. المهم زي ما قلت انه احنا محتاجين بس ان احنا نخلي بالنا من الاماكن السياحيه، من تامينها، من نظافتها، من المتسولين. يعني في سلبيات كتير. طب خليني اسالك بقى على نيفرتيتي. اولا عشان انت دايما بتصلح لي وانا مش بزعل، هي اسمها صح نيفرتيتي وام ليها اسم تاني؟ شوفي اغلب الاسماء اللي احنا بننطقها، وده انا ما بلومش فيه حد لان انا شخصيا كنت بنطقها كده، لان احنا اتعلمناها كده في المدرسه وتعلمناها كده في الجامعه كمان. يعني دي بقى كمان يعني عشان ما حدش يلوم حد. احنا دلوقتي بنستغل هذه المنابر مقدمه دي انا عارفه اللي بعدها دي واخده بالك. هو انا بعمل ايه؟ انا بقول ان المنابر اللي احنا بنطلع فيها ديت وربنا بيسبب الاسباب وبيسببكم ان احنا نوصل لملايين من الناس، فرصه كويسه جدا ان احنا خطوه بخطوه نقدر نعدل من حته النطق بتاع المصري القديم. وهيبقى بالمناسبه في كثير من الاحيان اسهل. بمعنى جسر مش زوسر. الهرم المدرج في سقاره. إم حتب مش إم حطب الطبيب والمهندس المشهور في الدوله القديمه. إيست وليست إيزيس. لما تيجي تفكري فيها هتلاقي إيزيس دي جت بعد كده، دي مش غلط يعني، دي جت بعد كده العصر اليوناني وكده، لكن مصري قديم إيست. فدي اسهل لك لان انت بتقولي الست ام بسام، مش كده ولا لا؟ صحيح. كم مره انت سمعت اسم والدتك بيتنطق في المطلق كده؟ انا شخصيا عمري يعني انا عندي 51 سنه دلوقتي، عمري سمعت اسم والدتي بيتنطق كده في المطلق، لا في اسكندريه ولا في مصر في اي حته رحناها. هي الست ام يعني فاهمه ازاي؟ فالست. تعالي بقى نخش على الملكات. حاط شبسوت يعني في الف مش بعد مش حتشبسوت على طول. هي التي في مقدمه النبيلات. حاط المقدمه. فلو انت قلتي حط شبسوت يبقى انت شلت منها المقدمه، تزعل منك قوي طبعا. دي بالذات على زعل دي بالذات هنتكلم عليها لسه في سياق كلامنا. ايه اللي حط شبسوت تزعل منكم قوي. فهي حاط لان حاط معناها المقدمه. فهي نفرت ايتي وليست نفرتيتي. نفرت دول كلمتين. نفرت هايفن كده تسيبي كده في مسافه وتقولي ايتي فاميلي نيم ايتي لقب جميل. اي حاجه فيها نفر علشان نستسهل الامور، لان انت بعد كده هتخش على نفر تاري اللي هي مرات رمسيس الثاني دي، اللي هي عندها المعبد الرهيب المنحوت لها ده في ابو سمبل، نتكلم عليه في تعامد الشمس وكذا. هي كمان نفرت ايري. بس لما نرجع لنفرت ايتي، اي حاجه فيها نفر جمال. خلاص خلينا نحط دي قاعده. اي حاجه نفر يعني هذه السيده الجميله اللي في المتحف المصري اهي دي مش ملكه اسمها نفرت. نفرت يبقى في تاء التانيث في الاخر تبقى جميله. ودي التسميه اللي انت بتسميها لبنتك لغايه دلوقتي. احنا مش عايزين يبقى عندنا بنات اسمها جميله. وعندنا جميله ابو حريد المكافحه الجميله الرهيبه دي اللي هزت العالم كله ما زالت. يبقى اذا جميله هي نفرت. نفرت ايتي يبقى الجميله عملت ايتي. الجميله في حاجه في الجميله عملت حاجه. ايه بقى ايتي دي بقى؟ ايتي دي اتت. ايتي الجميله اتت. الجميله وصلت.
الجميله شرفت. حاجه اخر تواضع من واحده ست انها تسمي نفسها كده. طب هي اصلا ده كان اسمها لا ما هي دي الالقاب، ما هي دي بقى النقطه. عشان كده بقول لك اخر تواضع. يعني انت متخيله مثلا واحد قال لك ايه خلاص هنغير اسمك ده، ادي لنفسك لقب. قال كده المدير عندك في القناه او مديره القناه قالت لك ادي لنفسك لقب اطلعي بيه على الهوا، فانت رحت منقيه. الجميله وصلت يا جماعه قبل ما تبتدي اي حاجه في البرنامج. ده هيبقى تواضع كبير منك طبعا. كويس. كويس. فالجميله اتت هم سمي نفسها بعديها باسره، يعني انت دي الاسره ال 18 بعديها باسره زوجة رعمسيس او رعمسو اللي هو رمسيس الثاني. وبالمناسبه ما فيش ارقام في مصر القديمه، ما فيش ارقام في الملوك. في ارقام طبعا هم اللي اخترعوا الارقام، لكن ما فيش ارقام في الملوك. ما هم ما سموش رمسيس الثاني والثالث والرابع لان هم 11 رمسيس مثلا. فما سمعنا ما شفناش هيروغليفي مكتوب الملك رعمسيو او رعمسيس ال11. ما شفناهاش دي. ال11 وال10 وال9 والثالث والرابع دي بتاعتنا احنا بتاعت العلماء اللي جم بعد كده. بالظبط. فاذا دي الثانيه بقى سمت نفسها نفرتاري اللي هي نفرت ايري في التسميه الصحيحه اللي هي احلاهن. يلا بقى مش انت جميله. انت تقولي لي بقى اتت ووصلت وما وصلتش والحلوه وانت لغايه طول عمرهم ما فيش فايده فيه. شغال كومبيتيشن. وبعد كده طبعا جت كليو وليس كيلو. احنا معلش احنا برضو في الدارج بنقول كيلو انا برضو ما بلومش الناس، بقول مش بلوم المتلقي دائما ابدا. لا تلومي المتلقي، لومي المصدر. بس احنا هنفضل كده ان شاء الله لغايه ايام اسئلتنا. كان زمان الناس تقول الهرم من قرع لغايه ما وصلنا المدارس بقت بتكتب من كورع. نعم. طيب هنتكلم بقى بمناسبه هذا الاكتشاف او كان ده تقرير خاص بيه. نعم. المرأة زمان كان شكلها ايه؟ يعني احنا لما بنقعد دلوقتي بالنادي والمرأة، وكنا لسه يعني خلال الفترة اللي فاتت عملنا اكتر من حلقة وموضوعات خاصة بالمرأة. نعم. المرأة زمان هي اتغيرت عن دلوقتي. كانت في نفس كفاحها، في نفس الحياة الزوجية، في تعاملاتها في بيتها مع اولادها، في العمل. عايزين ناخد كده بداية المصر الشخصية المصرية القديمة سواء من الملوك او من عامه الشعب. كانت الملكات كانت عامله ازاي؟ بس اربط على اخر الجمله دي الله يكرمك. ايوه اتفضل. انا بقى عاجبني قوي اخر جمله اللي انت قلتيها دي. هي دي التيمه اللي احنا ماشيين بيها، اللي انا ماشي بيها اليومين دول في حياتي سواء كانت الثقافيه العلميه او العمليه. ايه هي؟ ان انا عايز برضو المدارس اهي فرصه برضو نوصل لهم ان انت ابدا درس تاريخ الشعب المصري القديم. بالزبط. وليس فقط التاريخ اللي انا اطلقت عليه ونحت كلمه اسمها التاريخ المعبدي اللي هي تاريخ المعبد اللي هو الملك والكاهن وان الملك كبير وضخم تملي وعضلات ومش عارف. حلو جميل، ده تاريخ وجميل والتليد وزي الفل. لا انا عايز بقى انا وانت كنا بنعمل ايه في مصر القديمه. بالظبط. الاختراعات، الابتكارات، السيدات، الوضع المراه في المجتمع عامل ازاي. فانت عندك اجابه على سؤال حضرتك، انت عندك طريقتين المصري القديم بص عليهم على المراه في مصر القديم. عندك الطريقه الاسطوريه اللي هي السات ووسير اللي هم ايزيس واوزوريس، وازاي انها اتجوزته وحبوا بعض، وبعدين اخوها سات اللي هو اخوهم الاثنين سات اللي كان بيغير لانه كان متجوز نفتيس. ما هو انت عندك ايزيس واوزوريس واحد فيهم الحياه الاخرى والخصوبه والخضار واليانع، ده اوزوريس مفيش احلى من كده في الدنيا. الناس كلها بتحبه. كويس. وعندك الست الجميله الام الرؤوم، ام حورس الرؤوم دي اللي هي فيها كل نواحي الامومه اللي في الدنيا، وازاي انها حولت نفسها لانثى العقاب انثى النسر علشان تحمي وتقف فوق كده اهو تحمي ابنها اللي في الاحراش. حطت ابنها في الاحراش خايفه لحسن عمه يقتله، راحت حطاه في الاحراش في الدلتا ووقفت فوقيه عشان تحرسه وتلف الدور على جوزها اللي متقطع حتت لان اخوه قتله وقطعه حتت. حته الغيره، حته الدراما بتاعت ان الانسان غيران. هو ايزيس واوزوريس عايشين حياه هنيئه جدا. سات ونفتيس المفروض ان هم عايشين حياه هنيئه، لكن سات كان بتاع الصحراء والجدب، دي الرموز بتاعته، الجفاف، الرعد، الكوارث. وبعد كده بكتير قوي قوي بقى الشر، مش في الاول. وكان متجوز نفتيس. نفتيس لما تشوفيها في المناظر جميله جمال ما تقوليليش، هي وايزيس نفس النواحي الجماليه مع بعض. بس نفتيس الرمز بتاعها هي ندابه، هي بتاعه الموت، بتاعه الندباء اللي بتندب على الميتين. فانت تخيل انت راجعه بقى من الشغل تخش على مراتك، ازيك يا حبيبتي، ندابه بتندب لك في البيت طول النهار. فالراجل اضطر ان هو يبص. فهي دي الرمز اللي هي فكره الرمزيه اللي هي الكئيبه، الست يعني الكئيبه. مفيش فايده كان في الرجاله ومفيش فايده في الستات. اخد حاجه سعاد ونكمل كلامنا. حاجه سعاد، صباح الفل، صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الجمال وصباح تاريخنا الحلو. ويعني الحقيقه انا عايزه اقول للعالم الجليل، بجد لازم اقول عليه عالم جليل. رائع، معلومات رائعه. وانا يعني ست كبيره ولكن وقارئه ومطلعه الى حد ما، يعني في حدود امكانياتي وظروفي، ولكن فعلا المعلومات اللي بيديها لنا
يعني انا متابعه ليه في قناتكم الجميله، ومتابعه ليه في القنوات الثانيه. بجد رائع، بجد بحييه وبحيي فريق الاعداد. والحقيقه هو قال جمله صح جدا، الجميله حضرت. انت قلت معلومه رائعه، بحيي بيها مذيعتنا الجميله. ده هو كان بيجامل الحقيقه. انا عايزه اقول لحضرتك انه تاريخنا الجميل يعني بيدينا دفعه عشان نعرف بكره من الهموم اللي احنا فيها. صحيح. بجد يعني احنا لما نقرا التاريخ ولا نحاول نشوف احنا كنا ازاي، زي ما بيقولوا كده بالمثل الشعبي، ياما دقت على الراس طبول. فعلا. حضرتك برضو بتدينا هذا الامل، وبتدينا ان احنا ان شاء الله ربنا هياخد بايد بلدنا يعني يجعلها متقدمه كما كانت دائما. نعم. والمراه يا ريت الناس كلها تعرف ان المراه طول عمرها من الوقت، من عصر الفراعنه، هي ست مصريه مكافحه، محبه لاولادها، محبه لبلدها، جميله، معطاءه. وحتى هذا اليوم يا ريت الناس كلها تعرف كده، وبلاش تهمش المرأة وتقزم دورها. شكرا ليك، وانا مش عايزه اطول عليكم. لا شكرا جزيلا ليكي يا حاجه سعاد. استاذ بسام، المرأة المصرية القديمة